في انتخابات نيابية عم بتقول في، بس وفق أي قانون وعلى أي أساس؟ انتخابات نيابية، وزارة الداخلية عن انتخابات الرئاسية والاختيارية قالت رح نجريها بموعدها، وأجريت بموعدها بحياة كامل للسلطة وبإقبال مميز من المواطنين والناخبين اللبنانيين. إن شاء الله نكرر التزام بالاستحقاقات الدستورية بوقتها. الانتخابات النيابية أيار 2026 وزارة الداخلية ملزمة بالالتزام بالقانون الساري المفعول. نحن بشرنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين أجرينا الآلية، تقريبا أنجزت آلية تسجيل المغتربين اللي بتنتهي مهلتها ب 20 تشرين ل 128 نائب. يعني القانون الساري المفعول، القانون يتحدث عن مهلة تسجيل المغتربين. نحن إذا لم نلتزم بالتسجيل ضمن المهلة المطلوبة نكون قد حرمنا المغترب من حقه بالانتخاب. المهم حفظ حق المغترب بالانتخاب وفقا للمهلة المحددة بالقانون، ومجلس النواب واللجان الفرعية بمجلس النواب تقوم بالاجتماعات وأنا عم تابع فيها. أي تعديلات تطرأ على القانون هذا يعني يتم الالتزام به. المهم حفظ حق المغتربين. في جلسة تشريعية قريبا بحسب معلوماتك بقانون الانتخاب؟ بعد ما وصل الرئيس بري داعي هيئة مكتب المجلس، لأنه معقول يدعي لجلسة برأيك؟ هلا عادة اجتماعات اللجان الفرعية نحن ما بعرف إذا بدها اجتماعات هيئة مكتب، ولكن لا هيئة المكتب كرمال الهيئة العامة يعني لازم مفروض في اجتماع هيئة عامة. في ما اجينا أي دعوة صراحة. طيب بتدعي للرئيس بري يدعي لجلسة هيئة عامة كرمال بحث قانون الانتخاب؟ يعني استاذ بموضوع اجتماعات مجلس النواب، ما بحاجة لحدا يدعيه ولا حدا لا سمح الله يقول له شو ممكن. توم براك قال قبل قليل ان الحكومة اللبنانية ما عم تعمل شيء بموضوع السلاح حتى هذه اللحظة، شو رأيك مع هذا الموضوع؟ نحن حكومتنا اجتمعت ب5 آب وب7 آب وب5 أيلول عرض الجيش اللبناني الخطة للحكومة، والحكومة تستمر بعملها بكل جدية والتزامها ببيانها. بعده نافذ قرارها؟ بعده نافذ قرار الحكومة؟ في الحزب عم بيقول جمد القرار. الحكومة أخذت قرارات سيد المفعول، والتطبيق بدأ من خلال خطة الحكومة للجيش اللبناني اللي نحن نظرنا فيها ورحبنا فيها ب5 أيلول. ما عليك قد ايه موازنة